بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا قبل ما نبتدي الفقره ما تنسوش طبعا تدعوا بالشفاء لكابتن محمود الخطيب، وكمان بنهنيكم بحلول شهر رمضان الكريم. ونبتدي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنتكلم طبعا او نبتدي بقى بالسخن بقى، يعني تصريحات طبعا امير عزمي الجاهد اللي ما كانتش في وقتها خالص. يعني بجد امير عزمي الجاهد كده انت بتصفي حسابات، ده كده اسمه هد. للاسف يعني ابراهيم فايق ملك الترندات طبعا طالع بعد اقاله جروس. وطبعا شفنا التصريحات، يعني ما كانتش في وقتها خالص، كان المفروض بعد ماتش القمه على الاقل. طبعا وسط تفاؤل جماهير الاهلي والثقه الزياده واللي بنحذر منها، طبعا يطلع لنا بقى الاخ احمد بلاليس. طبعا اللي عارفين احمد بلال اللي طبعا بيتحط في بلاليس، وقبل مباراه الاهلي والزمالك لازم يطلع يتحفنا كده. قال لك ان الاهلي لو لعب بالبودلة هيكسب الزمالك كتير. طبعا كمان هشام حنفي بيقول لك شامم ريحه 6-1. طبعا يا جماعه المباراه دي من غير يعني ملهاش طبعا مقاييس، يعني 50-50 حتى الان. طبعا بقى كمان بيطلع علينا بقى سيكا او سيد عبد الحفيظ، طبعا اللي هو بتاع بوم طخ، بيقول لك ان الزمالك ما خدش ثلاثيه في تاريخه خالص. لا يا سيكا، انت لو بتقرا مع احترامي لاخواتي الاهلاويه، الزمالك اخد 7 بطولات في موسم واحد، موسم 2002 2003. واقرا التواريخ كويس يا سيكا، عشان انا عارف معظم الناس هتصدقك وهيجروا وراك كالعاده. طبعا نتكلم على دوري الابطال وثلاثيه امبابي بتطيح بمانشستر سيتي، وطبعا كمان تاهل فاينورد روتردام بمفاجاه كبيره قوي باقصائه ميلان. طبعا مستفيدة من الفوز 1-0 في الذهاب و1-1 ذهاب وعودة. كمان بنفيكا بيصعد. كمان بي اس في ايندهوفن بمفاجأة كبيرة جدا امام البيانكو نيري يوفنتوس بيصعد هو كمان كلوب بروج بيفوزوا على اتلانتا بيصعد. طبعا يعني القرعة ان شاء الله تبقى يوم الجمعة غدا. طبعا دلوقتي بتجرى قرعة الكونفدرالية وافريقيا، وهنشوف طبعا مين هيقابل مين. وطبعا النجوم الاربع فرق مشرفين الصراحه في التشكيله المثاليه لدوري المجموعات. زيزو موجود، وسام ابو علي موجود، فخر الدين بن يوسف موجود، كمان ابراهيم عادل موجودين. طبعا بالتوفيق للاربع فرق في المصريه في البطولتين دول. طبعا تعثر ليفربول في الدوري الانجليزي واشتعال الدوري الانجليزي بعد التعثر ده، يعني هديه دسمه جدا لارسنال. وهنشوف طبعا الوضع الجاي هيرسى على ايه. المباراه الجايه هتبقى نار جدا. طبعا ليفربول عنده المباراه الجايه امام مانشستر سيتي، يعني هتبقى مباراة قاتلة جدا ان شاء الله، تبقى يوم الاحد على ما اعتقد. طبعا كمان الدوري المصري وغزل المحله هيفوز على المصري بمفاجأة كبيرة جدا 1-0. طبعا خطأ قاتل من احمد مسعود. وطبعا مجلس ادارة المصري يخصم من كل لاعب 200,000 جنيه طبعا بعد الهزيمة دي. كمان فريق زد بيخسر امام طلائع الجيش واستعدادات القطبين. طبعا يعني انا بقولها مباراة بنسبة 50-50، لكن شايفين طبعا يعني التميز الاكتر بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى في التنوع الهجومي. يعني الاهلي دلوقتي بقت عنده تخمه من اللاعبين. طبعا اتصاب امبارح قفشه، ربنا يا رب يشفيه ويرجع لنا بالسلامه. كمان محمود جهاد ما لن يلحق بالقمه، هو وشيكابالا واحمد فتوح. وهنشوف طبعا يعني المباراه ان شاء الله يوم السبت بعد غد، فهنشوف بالتوفيق للاثنين. طبعا انا بشجع الزمالك وكل حاجه، لكن برضو نحترم الخصم، احترام الخصم هو اللي بيجيب الفوز. واتمنى يا رب بقى يعني بعض الناس اللي هازم، مش عايز اقول اللي بيزيتوا الصراحه، ما يطلعوش كده يقول لك هنفوز وبالبودله ومش بالبودله، لان بجد والله انتوا ما بتتعلموش. يعني في السوبر الافريقي نفس الكلام، برضه المباراه بتاعت سيف الدين الجزيري والتخبي الكور والكلام ده، بجد والله يا اخوانا. طبعا يعني التصريحات بتاعت احمد بلال وهشام حنفي وسيد عبد الحفيظ ملهاش اي لازمه. فبجد والله يعني خفوا وبطلوا تضحكوا على الناس بجد. طبعا كمان بنهني النادي الاهلي في شركه جيتور الصينيه، طبعا يعني نقله كبيره جدا للنادي الاهلي. وطبعا رساله للمنبطح حسين لبيب، يعني اشتغل شويه للنادي بجد، اشتغل شويه للزمالك. مش هقول لك يا عم بص على كابتن محمود الخطيب. طبعا دي نهايه فقرتنا، نتمنى يا رب نكون ما تقلناش عليكم، ونختم بخير الختام والصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حفظ الله فلسطين. السلام عليكم. Go, 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 we can score right now.